طبعا دكتورة روضة سالم غنية عن التعريف، يعني مش محتاجين نعرفها، حد من الناس الجامدة جدا في مجال النيوتريشن، شكرا يا وطبعا دكتور. آيات تجمع يعني مولعة بيه. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. ازيك يا دكتورة روضة؟ ازيك يا دكتور، ايه مشرفانا الاخبار؟ ومنورانا. ده نورك يا دكتور. ما شاء الله مولعة الدنيا على الفيس، على الانستجرام بقى. يعني يعني حاجة قوية على قد جدا، كده. وما شاء الله الحالات ونتائج رهيبة. الحمد لله. يعني مستضيفينك مخصوص النهارده عشان تكلمينا عن الحالة اللي ايه جات لنا الشيخ زايد. هي اه جات لنا الشيخ زايد والتجمع على ما اتذكر. جات لنا فرعين، انها كانت نازله مصر فتره صغيره، كانت اجازه. نازلة من اه امريكا. الحاله دي كانت نازله من امريكا شهر بس، فكان عندنا الوقت قليل، فكانت بتيجي عياده تجمع وعياده زايد. ده حقيقي يعني. انت عارفه الحاله دي من الحالات برضو اللي مأثره معايا، لان دكتور جلديه يعني اسم كبير جدا هو اللي بعتها لي. ده حقيقي. فيعني من الناس اللي مأثره طبعا معانا، وما شاء الله انت برضو عملتي معاهم الحمد لله، انجاز هي كان عندها رائع. شويه مشاكل كده، تكيسات، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نخلصها منها، بس هي كان عندها هي مشكله كانت مزعجه الراجل اكتر. ومراته، عشان بس اللي ظاهر في اه الفيديو هو الراجل بس، عشان هي نوضح بس هي ما بتتصورش. اه بس هي رفضت التصوير. ده حقيقي، هي كان عندها مشكله. الامريكان برضو بيختشوا يعني. هي كان عندها مشكلة تانية أهم بكتير جدا من التكيسات، وهي إن السكر كان عالي جدا، وكانت بتاخد أكتر من 3 أنواع أدوية للسكر، وكانت رافضة تماما الحق، لحد ما شافت الفيديوز بتاعتنا فقررت إنها تنزل وتاخد التجربة دي في مصر، والحمد لله هي يعني. ريكومندد من دكتور الجلديه ده ده، حقيقي. وشافت بقى لما هو قال لها فبدات ان هي تشوف. ده حقيقي، فالحمد لله مشينا جات الحمد لنا. لله شهرين، الحمد لله، وكملت هي وهي ماشية. وعملت الاي في دريب كمان. الحمد لله، هي أخدت البيبتايد 3 والآيفي دريبس. تحكي لنا بقى انت، وانا والحالة معاكي برضو طبعا، نحكي مع بعض كده الحالة ونفهم دي كان الناس. عندها مشكلة كبيرة جدا، أولا تكيسات، وهي كان نفسها تحمل كمان، وكمان كان عندها السكر عالي جدا. الحالة دي نزلت، أخدت أول جرعة، يعني هي كانت رافضة تماما. لما شافت بيبتايد 3 وكلمناها عنه بكل التفاصيل، ازاي احنا هنحافظ على الكتلة العضلية عندها، بدأت ان هي تتحمس اكتر اكتر انها تحمل. خدت اول جرعة وقالت لا، احنا هنظبط بقى السكيدول الباقي على ان احنا هنيجي عيد تجمع ناخد الميزوثيرابي بتاعنا، وزايد هناخد ميعاد الجرعات بتاعتنا، وكمان في الوقت ده اخدنا الايفي دريبس، والحمد لله وهي ماشيه بقى اخدت الجرعات بتاعتها عشان تكمل هناك. ودلوقتي الحمد لله بقى لنا شهرين. انت متابعه معاها اونلاين اظن مكملين اونلاين يعني. مع بعض. بتكملي معاها اونلاين، ودي حاجه برضو من الحاجات الكويسه جدا يعني. برضو عايزين نقول ان البيبتايد 3 وماده الريتاترتايد على وجه التحديد، والحمد لله هي خلاص ابروفد. انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضل. دلوقتي في ابديتس كتيره جدا، ان في حوالي اكتر من 3 ل 4 انواع بيبتايدز مظبوط. جديده نازله. البيبتايدز دي هتنزل اكتر من 30 ل 40% من الوزن، اللي هي اصلا عمليات الجراحيه ما بتعملش. مظبوط. فدايما الناس كانت بتلجأ انها تخاطر وتدخل عمليات جراحيه عشان تنزل الكيلوات الكتيره قوي اللي عامله لها ازعاج دي. دلوقتي بقى في ابديتس كتيره جدا من انواع بيبتايد. بصي 2026 طفره جديده. بالظبط، احنا يعني النهارده بقى هنقول كل الاسرار دي. الطفره الحمد لله عندنا من زمان، اه يعني الحمد لله اول عياده في مصر دخلت الريتاترتايد مصر. ده حقيقي. يعني ده بفضل الله، يعني هو الحمد لله 2026 ابروفال للريتاترتايد. طبعا اعلى بكتير من التيرزابيتايد بدون ذكر البراندات اللي موجوده ايه دي. الفرق بينها وبين الترزابيتايد؟ الريتا تتميز، هي برضه زي التيرزابيتايد جي ال بي 1 اللي بيشتغل على سد الشهيه، وجي اي بي اللي بيزود الحرق، بس يضيف عليها بقى الجلوكاجون لايك جي سي بالظبط. جي ار. ده من الهرمونات اللي بتزود معدل الحرق بشكل كبير جدا، وحفاظ على على الكتله الكتله العضليه. العضليه. بالظبط. فدي بقى ميزتها، يعني ان احنا كنا بنقلق من التيرزابيتايد ان في فقد في الكتله العضليه ساعات، لا الكلام ده مش موجود الحمد لله مع الريتاترتايد. في وده بيبتايد موجود في تاني البيبتايد كمان، 3 وفي بيبتايد كمان نازل، والكاجريسيما. الكاجريسيما. الكاجريسيما برضو من الحاجات، بس طبعا مش في نفس الليفل بتاع الريتاترتايد، اعلى ولكن هو حاجه. ليه حالاته اللي طبعا. احنا ساعتها هنوجههم طبعا، ليه. والوجوفي كمان نازل خلاص، يعني بالظبط. شركه نوفو بدون وكمان اعلان. الناس اللي بتتضايق من الحق، في حاجه جديده كمان، يعني ده سبق كمان هينزل، هي السيماجلوتايد بالظبط. اقراص اورال اورال. بالظبط. فده كمان هيكون اختيار كويس جدا، وكمان الحاجات دي فيها ميزه، ويمكن ده يعني انا برضو بلجأ له في بعض الاحيان مع الاطفال عندي، ان في دلوقتي انت في عارف ان هم ادويه. خدوا الابروفال بالظبط. للساكسندا، للساكسندا بس لغايه دلوقتي من سن 6 سنين. هي المفروض ان هي فعلا هتتاخد من اول سن 6 سنين، وهي فعلا بتنقذ اطفال كتير، بما ان انا بالظبط. يعني هم لقوا، بيجي بص لي. انا هقول لك على حاجه، لقوا ان مخاطر، يعني قيسي مخاطر السمنه بالظبط. على الطفل اللي لسه بينمو، وقيسي مخاطر ان انت خايفه تديله شكه حقن. دكتور دلوقتي جه في بالي طفل جنة الاسبوع اللي فات، كان كان في 135 طفل انت 135 مصوراه كيلو. اعتقد في ايوه.
ولا ده غيره؟ ده غيره. البنت اللي كانت معايا دي ايوه. كانت 85 كيلو، عندها 8 سنين، مم. والحمد لله دي نزلت بالأنظمة الغذائية بس طبعا، والرياضة كانت جزء أساسي. بس في طفل جه لحضرتك الأسبوع اللي فات كان 14 سنة، مظبوط 135 كيلو. مظبوط. اتكلمنا كده عملنا معاه ايه؟ والله عملنا، احنا لسه كان اول اسبوع الاسبوع اللي فات، فبدأنا معاه بالتحاليل الاول. بالظبط. يعني ما كانش جايب تحاليله، بس بدأنا معاه بالتحاليل. ولكن حالة زي دي بالوزن ده، يعني الناس برضو يقول لك الدكتور ده مش عارف هيديله حقن وهو سنه صغير. طب ايوه خلاص خليه بالدهون ده وسنه صغير، بالظبط. خليه ينمو وهو سنه صغير، خليه يجيله سكر وهو سنه صغير. فالناس ما تبقاش يعني قافله فكرها ان طالما الدكتور اداله. طبعا هنجرب الاول ونحاول بالانظمه الغذائيه، ولكن العوامل المساعده دلوقتي العقل البشري يعملها عشان تساعدنا. مش بالظبط. فكره بس ان انا اعملها عشان هي مش مضره. لا، اضرار السمنه اعلى بكتير، ولو هي مضره ما كانوش ادوها ابروفل. دايما بيجي لي سؤال، انت دايما كنت ضد الادويه، ازاي دلوقتي بتحقني البيبتايد 3 ده؟ لان دي البيبتايد حقيقه 3 فعلا دي، انت كنت ضد ايوه الادويه. كنت ضد الادويه ده جدا. الوضع ان انا غيرت لك ده حقيقي، انا كنت ضد الادويه وما زلت انا بوظت ضد كده. الابيوز للادويه. دي نقطه مهمه جدا، انا صيدلانيه في الاول وفي لا الاخر. مفيش حاجه اسمها. طب ازاي بقى؟ انا ضد الابيوز للادويه، انا ضد ان بالظبط كل الناس تاخد نفس الدواء ونفس الجرعات ونجري مظبوط يلا نخبط على الدكتور اديني كذا. انا ضد ان مظبوط. حاله تدخل وتقول لي انا عايزه اخد الدواء الفلاني، ما انا ينفعش. انا طبعا اوافقك جدا الراي انك انت ما ففي فرق. تثبتيش دواء لمريض، مفيش حاجه بالظبط. اسمها كده. لكن الدواء ده ضروره، هو انقاذ للحياه، بالظبط. وفعلا البيبتايدز من الحاجات اللي انقذت حياه ناس كتير انت جدا. اللي فتحتي دلوقتي موضوع الولد اللي وزنه 134 ولا 135 كيلو، وقد ايه السمنه ومخاطرها على السن الصغير. برضه انا شفت بوست عندك او فيديو لولد صغير ومش فاكر الوزن، فكرينا بالحلقه دي. اخر بوست انا نزلته ده كان عن ولد، الولد ده 7 سنين، للاسف اكتشفنا ان هو عنده سكر، دهون كبد. وطبعا انا ما بحبش ابدا فكره ان احنا سكر ودهون كبد. 7 طفل عنده سنين 7 سنين، ودي والام يعني خايفه من دواء او حاجه تساعده. بالظبط. ودايما بنقول وبنكرر اطفال ما بتعملش دايت. بصراحه في الوقت ده انا ما كنتش بتعامل مع الولد. لو حضرتك خدت بالك الام كمان كانت قطع كشف مع الولد، لان احنا لما هنوجه الام والاب، وبعدين اخر قطعتيهم حاجه كشفين مفترية يعني. لازم دايما نشوف، ما ينفعش نجيب الطفل ده ونقول له انت هتتحط في النوتي كورنر لوحدك واحنا هناكل ما لذ وطاب. اصل صحيح. انت تعبان واحنا مش صح، تعبانين. لازم جو البيت كله يبقى بالظبط. يا كل البيت يتغير باللايف ستايل بتاعه، ده يا اما حقيقي. الولد مش هيعمل. دايما السيشنز بتكون في الاول اصلا مع الام، دايما بفهم منها الطفل ده بيحب ايه، ما بيحبش ايه، ايه اللي وصله للمرحله دي، ايه اللي وصل الطفل ده وهو 7 سنين وما كانش عنده سكر نوع اول، ده هو عنده سكر نوع تاني، يعني معنى كده لايف ستايل. بالظبط. فلازم كنا نتعامل مع الام والاب. الحمد لله الطفل دلوقتي بدا يتعافى، مقاومه الانسولين بدات تتلاشى والحمد لله. تمام تمام. دكتور احمد، عايز اسالك سؤال مهم جدا جدا جدا. الفتره الاخيره بدا يكون موجود عندنا خدمه في العياده وهي الايفي دريبس. قول لي ايه الحالات اللي احنا بنوجههم الايفي دريبس، وايه المعايير اللي احنا بنقول لهم يلا دلوقتي اتس تايم ان احنا ناخد ايفي دريب؟ بصي، اولا البيشنت لما بيجي لنا بنشوف نسبه المعادن عنده، وفي ناس تقول لك ده جهاز ضحك على الدهون ومش عارف ايه. لا، احنا الحمد لله دايما حاجتنا اصليه زي ما updated قلت. الحمد لله. فحاجتنا الحمد لله اصليه، فبنشوف نسبه المعادن ونشوف النقص فيها، ويبدا ياخده عن طريق الوريد. طب ايه الفرق عنه وعن التابلتس؟ ما ناخد مالتي فيتامينز مثلا. بناخد مالتي فيتامينز. بتقعدي قد ايه عقبال ما تحسي بفرق بالمالتي فيتامينز؟ مش هتحس بفرق لانها فيها كميات صغيره من لا كل سيبك من الفيتامين. الكميات صغيره. ايوه، ما هتبداي صح عشان كميات صغيره، بس هتحسي فرق بعد قد ايه؟ هتحسي فرق بس بالظبط. بعد قد ايه؟ ده حقيقي. ما بالك بقى انت بتاخدي سيشن، بتقومي عارفه اللي قام خد بتاعت محمد صبحي دي اللي هي أيوة. حقنه ده فعلا بالاي ده دريب. حقيقي. انا مجربها على نفسي. ده انا حقيقي. خدت 2 سيشنز، يعني انا صورت واحده وفي واحده متصوره ولسه ما نزلوهاش. لا الفرق فرق فظيع في كل حاجه. طب ايه اللي بيميز الايفي دريب عندنا عن اي حد تاني؟ ان احنا، ما هي دي بقى، بص بقى، الاي في دريب ممكن تعمل في اي حته، بس ممكن يجي يقول لك خد مالتي فيتامين، بالظبط. خد شويه معادن وخلاص مشي حالك بدول. لا، فورميولا واحده لكل الناس. بالظبط. حتى انا عندي السعر مش ثابت، بالظبط. السعر متغير. ليه بقى؟ حضرتك بتيجي وبشوف ايه اللي ناقص عندك، بقول لك الناقص عندك 1 2 3 وده اللي جسمك محتاجه. بتكون طب كاستمايز. ادينا كله يا دكتور، طب ادينا مش عارف كاستمايز. ايوه. ادينا كله يا دكتور، ادينا مش عارف ايه. ما هي فيتامينات كلها ده مش انا اختي هتأثر. جت عندك وخدت مش عارفه أيوة. ايه. لا. بالظبط. ما اشمعنى هي؟ ما كلها فيتامينات، كلها حاجات مفيده. ما فيش الكلام ده الحمد لله عندنا. اللي عندنا ان كل حاله وعلى حسب المشكله اللي عندها، وبناء على المشكله بنبدا نديها الاي في دريب.
نتائج الاي بي دريب لا انتوا لازم تيجوا تشوفوها يعني. انا بدعو كل الناس ان هي تيجي حتى وان ده سيشن، حقيقي. هتشوفي فرق من وانتي طيب يعني على طول بالمناسبة في دي يوميها بقى، او في تاني يوم ماكسيمم. احنا في افتتاح العيادة هنعمل هدايا انت حلوة. اعلنتي لا خلاص؟ خلاص. ماشي، ده خبر الاكسكلوسيف. يعني في خبر اكسكلوسيف بقى، يعني خلاص ان احنا في افتتاح العيادة ان شاء الله هيكون في هدايا. طب قولي للناس احنا نقلنا فين الاول. ننقل بقى نقول؟ لا نقول حضرتك اللي خلاص. تقول بقى. في التجمع الخامس احنا كنا في سي ام سي. انا بقالي 10 سنين في سي ام سي طبعا، وزعلان جدا ان انا ماشي من سي ام سي، ولكن كانت خطوه لازم بقى نعملها. دلوقتي مكاننا في نورث بلس، قدام الووتر واي، في عياده ال 409. لسه مش فاكر حافظ حتى اسم العياده، فان شاء الله تشرفونا وانا هكون موجودة وتنورونا. فيها. طبعا دكتوره روضه على طول لازقه لي في كل حاجه. ماشي يا دكتوره روضه. طيب عايزه خلاص، تقولي حاجه على الاي في دريب بقى؟ هنعمل عروض على الاي في دريب عشان الافتتاح. بصي بقى، بمناسبة الافتتاح، يعني احنا اليوم ده عندنا الشركات كلها بتتصارع ان هي تعمل عروض. فعايز وانا اقول هعمل لك جلسات كتير قوي في اليوم ده. انا عايز اقول لك ان الميزوثيرابي هيبقى عليه عروض قد تصل ل 0%. ايوه بالظبط. يعني فور فري يعني. يمكن البيبتايد 3 بس اللي احنا مش عارفين نعمل عليه عرض، الا عرض صغير، لان هو اصلا نديهم الماتيريال غالي. ميزو من ضمن هيتاخد طبعا. لا ما هو الميزو كده كده بقول لك في شركات واصله ان هي 0%. يعني تيجي اليوم ده فور فري، يعني الله يقويكي بقى اليوم أيوة. ده هو يقوي اللي معاكي. البيبتايد ان شاء الله برضو هنعمل عليها اوفر كويس، الميزوثيرابي هيتعمل عليه اوفر كويس، كل حاجه ان شاء الله، والاي في دريب طبعا. طيب اخر سؤال يا دكتور احمد، هل معنى كده ان كل الحالات اللي بتيجي العياده لازم هتحقن ايا كان نوع الحقن اللي هي بتحقنه، ولا احنا البريورتي عندنا للانظمه الغذائيه وتغيير لايف ستايل؟ خالص مش عندنا حالات بتشوفيها وبتيجي فقط متابعه، لا غير. احنا بنقول ده عامل مساعد، ما بنقولش ده حاجه لازمه. وفي ناس مش مقتدره ماديا، بعيدا عن بقى الحاله الصحيه بالزبط. ان احنا بنكستمايز لكل حاله اللي ينفع معاها. وفي حالات مقتدره واحنا بنقول لهم ما ينفعش. ما انا بقول لك اهو، بعيدا عن الكاستمايزيشن، بالظبط. لا ده في حالات كمان، يعني الموضوع مش شرط، لا خالص. اللي هيخس باي شكل، اللي عايز يخس باي شكل، ومفيش اي مشكله. وقريب كمان في جلسات لحالات النحافه، ودي حاجه برضو هتكون اكسكلوسيف عندنا في العياده. شكرا جدا يا دكتور.